النهارده وبعد طول انتظار هخليك تتخلص من احساس الكسوف بسبب ان رجليك مش منتظمه مع شكل جسمك، وانك حاسس انك بتنطبق عليه المثل اللي هو رجلين الفراخ. انسى كل الكلام ده وانسى كل الانتقادات دي، والنهارده هناخد تمرينه رجل النهارده انا وانت من احسن الزوايا الفعاله. كل اللي عليك اللي انت تنزل دلوقتي تكتب لي كلمه سر في الكومنتات يا متين يا رب. تاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك، تتجهز كويس وتودع حبايبك عشان احتمال ما تقدرش ترجع لهم تاني. يلا بينا. هنبتدي التمرينه بتاعتنا النهارده بالعضله اللي ضعيفه عندي وعند معظم كل الناس، بس هي على فكره كانت ضعيفه زمان مش دلوقتي، بقت من اكتر الحاجات المميزه عندي بفضل الله، وهي عضلات البطاط او السمانه على حسب الدوله اللي انت بتتابعني منها. وده واحد من التمارين اللي ساعدني اللي انا اتخطى مشكله السمانه عندي نونو وصغنونه. ازاي بقى الكلام ده؟ لما نتفرج على تشريح السمانه من بره بنلاقي اللي فيه عضله شكل القلب المقلوب كده ووراها عضله ثانيه. تعالى كده نقف هنا، بص دي شكل القلب المقلوب ودي العضله اللي وراها. طيب ايه بقى الكرسي ده؟ فايدته ايه الكرسي ده؟ فايدته للعضله اللي الداخليه لما انت بتبقى قاعد وتاني ركبتك وشغال، العضله دي هي اللي بتشتغل ويبقى عليها الحمل اكتر من اللي بره، فبالتالي لما بتكبر بتزق لبره فالسماكه نفسها بتزيد. فدي حاجه كويسه جدا لو السمانه عندك ضعيفه، لان ممكن يكون في حد مرسومه عنده لكن حجمها صغنون كده. تعال نشوف بقى. بص يا سيدي، اهم حاجه في الموضوع انك لما بتتمرن تمارين رجلين بالذات رجلين تاخد المدى الحركي الكامل، وهقول لك ليه بعد التمرين او بعد المجموعه ديت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا متين يا رب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قوية أوي. بص بقى يا صديقي، تعالى كابتن يقرب عليا ما تتكسفش. عضلات السمانة والرجلين بالتحديد عضلات بتشتغل معاك في كل الحركات اللي انت بتقوم فيها في يومك، عشان تقوم من على السرير، عشان تطلع البيت، تنزل من العربية، حاجات كتير جدا السمانة والرجلين بتكون شغالة، فبالتالي هي بتكون متعودة على الجهد. فعلشان نستهدفها كويس ونخلي التمرينة تنمو بسببها لازم تجيب اقصى مدى حركي لفوق وفي التحت، وفي نفس الوقت لازم تحط الوزن اللي يخلي العضله انت حاسس بكل انقباض فيها. معظم الناس اللي انا بشوفهم مش بيلاقوا تطور في عضلات الرجلين والسمانه، بيكونوا مشتركين في عاملين او 3. هقول لك ابرزهم دلوقتي، اللي هم بيحطوا وزن تقيل قوي فبيخليهم يتمرنوا باداء حركي غلط، ما بيحصل لهمش تطور بسبب العضله ما بيخشش ليها الوزن اصلا. يعني هتكون ايه الفايده لما انا احط التمرين ده كده واقعد اعمل كده واخلي اوتار رجلي هي اللي تشتغل مش العضله المستهدفه؟ خد بالك من حاجه مهمه جدا، الاوتار بتاعت جسمك كتير منها اقوى من العضلات نفسها، فممكن الحمل يتنقل عليها علشان انت حاطط وزن كبير، فلازم تاخد بالك من النقطه دي. ولازم قبل اي تمرين وانت داخل تسمي ربك لانه هو القوي، فخليه معاك كده وخليك دايما فاكره، عشان الواحد لما بيذكر ربنا في حاجات كتير جدا بتتغير، من ضمنها اساسا نفسيتك وانت داخل التمرين. فتعالى بقى كده نستريح 5 دقايق ونخش على التمرين اللي بعدها. بعد كام دقيقه كابتني من الراحه ندخل بعديها على الرجل الخلفي على الليج كيرل. وعلى فكره كونك راجل او ذكر ما تخافش ابدا ان انت تتمرن رجلين خلفيه او حتى جلوتس. وبالمناسبه التمرينه بتاعت النهارده تمرينه رجلين خلفيه، الفوكس اكتر هيكون على الجزء الخلفي من الرجل مش الامامي، لاني بقسم تمرينه الرجل. قرب والنبي عليا شويه، قرب عليا شويه الناس، يعني انت كتير قوي كده، قرب شويه قرب شويه. بص الراجل ده انا مش هبقى ابدله، لازم المصور ده ابدله في يوم من الايام يعني بجد. فول واكلت، عيش باللحمه واكلته، مش فاهم انا، ناقص يجي ياكل من بروتيني. يا ابني اقف يا ابني عادل يا ابني، ابوس ايدك كده. المهم النهارده تمرين رجل خلف، يعني رجل خلف مش امامي، فركز معايا والنبي. الله يسيئك، الله لا يسيئك. عايزك ما تخافش ان انت تتمرن رجلين خلفيه، وعايزك انت ما تلفش وانت بتصور، يعني صورني من قدام، محدش ضامن نفسه، صور من قدام، ويا سلام لو نزلت تحت شويه وانت بتصور. ايوه الله ينور عليك يا حبيبي، الله ينور عليك. محدش ضامن نفسه ومحدش عارف مين ممكن يكون بيفكر في ايه. ماشي؟ يلا بسم الله. الوزن تمام؟ لا مش تمام. تعال نظبط الوزن الاول. دي اخر مجموعه شغل ليا ونعمل عظمه ان شاء الله. ايه يا متين، بسم الله. ايه ايه نزلت تحت
كنتش بتصور من فوق؟ هعرف، خلي بالك. هنشوف شكل ده اخر شهر ليك معايا. بقابلني بقى لو حد شغالك واكلك فول تاني بعد كده. 5 دقايق راحه عشان المصور يكمل ضحك. يا كابتني رفرفه امامي على الليج اكستنشن او الجهاز الرفرفه الامامي برجل واحده بس. هتحط رجليك في نص الجهاز، تمام؟ تفرد مشط الرجل كده وتسحب. اول حاجه تقفل اللوك بتاع الركبه، يعني ما تنطرش على طول كده، لا الاول اعمل كده الاول، بعد كده اطلع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. حلو قوي. الرجل اللي بعدها، اللي عارف انا بشتغل برجل واحده بس ليه يقول لي في الكومنت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حلو قوي. الطريقه دي من التمرين من احسن الزوايا الفعاله اللي انت ممكن تستهدف بيها عضلات الفخذ. والمره الجايه الفيديو الجاي هقول لك ليه انا بشتغل برجل واحده بس معظم الاحيان، ولحد ما اقول لك اكتب لي انت في الكومنت ده انت بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ انت مش بتصور، بتضحك ليه يا عم؟ يا جدعان يا جدعان، بقول لك ايه، تعال نشوف انت ترمي كام بروتين. تعال. طلع يرمي حوالي 25 جرام بروتين والباقي كله دهن، فبعته يتعالج كده وهكمل الفيديو معاكم انا، او ممكن اجيبه دلوقتي ما يكملش علاجه ويتعالج. مش عارف انا مصورين دول اخرتهم ايه. يلا بينا نكمل. لسه مخلص اول مجموعه شغل رجل خلفي وخلصت الراحه بتاعتي. المفروض اخش تاني رومانيان ديد ليفت، دي تاني مجموعه شغل. موضوع مجهد قوي. تعالى، اوعى تكون زعلت مني، عيب يعني، عيب. وبعدين كده كده يعني كل علاجك على نفقتي الشخصيه، ما تقلقش يعني، مش هتشيل هم حاجه خالص، ما تقلقش. طمن. حاسك لسه محتاج شويه علاج كمان، بس هاخد المجموعه دي الاول. ده دمبل 50 يا كابتني، وده اخوه 50 برضه. يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا متين. انت شكلك مش عاجبني، بس انا مش قادر هسامحك. موضوع كبير قوي. دي تاني مجموعة شغل، غالبا فاضل مجموعة كمان. استريح 3 دقايق. 50 كيلو 5 دقايق، وننقل على المجموعة اللي بعدها او التمرين اللي بعدها. هقعد بقى انا هنا، انا بحب اقعد في الحتت دي. استنى اما افك الحزام. ايه، انا كنت المفروض افكه وانا واقف اساسا. مش عارف مين يا ربي سألني لا ايه لازمة الحزام ده. مش فاكر في حد سألني يعني، اعتقد الفترة اللي فاتت دي. فالحزام لازمته مش اللي هو بيحميك من الاصابات ولا اي حاجة من الحاجات دي، ربك هو الحامي. بس الحزام بيثبت او بيثبت منطقة الكور وبيخليك تاخد نفس تقفله في منطقة الكور كويس قوي، فبيديك ثبات اكتر. دي فايدة الحزام يعني، او من اكبر الفوائد بتاعته. بس كده، مش هتقعد تصورني 5 دقايق بقى، انا مرتاح يعني. 5 دقايق، خش على اللي بعده. واضح ان انت محتاج شويه علاج كمان. ندخل بعدها يا كابتني تمرين انا متاكد ان انت ما فكرتش تجربه قبل كده، ومعتقد اللي هو للبنات فقط، لكن ما فيش تمارين رجاله وتمارين للولاد. احنا كلنا عندنا التركيبه العضليه، بس التركيبه الدهنيه هي اللي مختلفه، فموضوع يعني كده هنبقى نشرحه بعدين. المهم، تمرين هيب تراست مش بس بيستهدف الجلوتس، هو كمان
بيحميك من اصابات كتير جدا، لان الجلوتس مسؤوله عن، او هي من ضمن عضلات بتاعه الكور. ايه الكور ده؟ اللي هو بيثبتنا، بيخلينا واقفين في النص، ولا مايلين لقدام ولا مايلين لورا، للجنب او يمين او شمال. فلو ضعيفه عندك هيحصل لك مشاكل في اللور باك تحت، وكمان هتلاقي نفسك دايما عندك وجع في ظهرك عامه او في ركبتك. فلازم تحط الجدول ده في الاسبوع بتاعك يعني. بسم الله. هتحط الدمبل. في ناس بتلعبه بالبار، ونصيحتي لو انت هتلعبه بالبار العبه بالبار الفلات مش الزجزاج علشان يقدر يتحرك. بشوف الناس بتحط الزجزاج فبيعقل او بيثبت بسبب اللي هو ايزي كده. هتنزل تحط ظهرك تقريبا في نص الكرسي، تجيب البار او تجيب الدمبل وتحطه على اول الفخذ، تنزل لحد ما وسطك ينزل لتحت وتزق بوسطك لفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فيها 3. يلا 1 2 3. اوف. لا مش بتاعتي اهي في ايديا. في شباب كتير بيبعتوا لي، ومن ضمنهم بنت بعتت لي امبارح بتسالني على نظام تدريبي هي ماشيه عليه، ايه رايي فيه؟ اولا انا مش هينفع اقول رايي في جداول تدريبيه كباتن عاملينها او اي حد عاملها. تاني حاجه، فكره اللي انا اقول رايي في نظام تدريبي ده بيحتاج حاجه مهمه جدا، لان انا بعرف الماكروز اللي انت ماشي عليها، السعرات الحراريه اللي انت ماشي عليها، عدد ساعات النوم، عندك ستريس ولا لا، الحمل التدريبي محسوب لك ازاي. كل دي حاجات انا ما بعرفهاش لما انت بتبعت لي انا باخد يوم السبت صدر وتراي، مستحيل ده يحصل. فعشان كده ما بردش على حاجه زي كده، او بقول بمنتهى الاحترام انا مش هينفع ارد على ده. فلو انت بعت لي وانا رديت على كده ما تتضايقش، انا دلوقتي شرحت لك. ولو انت مفكر تبعت لي ما تبعتليش يا كابتن، بصراحه ما تبعتليش يا كابتن، انا مش هرد. تمام؟ عايز تسالني في سؤال كده بيني وبينك ماشي، عايز تبعت تسالني عن باقات التدريب الاونلاين مفيش مشكله برضه، لكن تبعت لي في جدول لا معلش سامحني. 5 دقايق ونروح اللي بعده. بعد ما خلصنا الهيب تراست هدخل بعديها على الليج بريس اللي هي المكبس يعني، وحطيت الوزن بتاعي فوق. هتلاقي دايما المكبس في حته تحط فيه الوزن من تحت وحته ثانيه تحط الوزن من فوق. حطيتها من فوق عشان الحمل الميكانيكي بتاع الوزن ينزل على العضلات الخلفيه اكتر من الاماميه. هتشوفوا لما اروح هناك يعني، انا قلت بس اصور هنا لان الصوت هنا اوطى من هناك شويه، فعشان لو الصوت مش واضح بتاعي هناك يبقى انا شرحت خلاص دلوقتي كده. فالنقطه اللي انا هاخد 4 مجاميع هصور منهم مجموعه واحده بس، وهصور تقريبا تاني مجموعه شغل عشان اكون دخلت في الوزن الثقيل على طول، لاني بعمل 15 عده بعد كده 12 عده كده 10 عدات بعد كده 8 عدات. فخلينا ممكن نصور في مثلا المجموعه بتاعت ال10 عدات او ال12 عده عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل قوي. انا هحط رجلي في مستوى الحوض بتاعي، مفيش بقى 11 و7 و8 و12 و012 و010 والكلام ده كله، مفيش الكلام ده، مفيش اي فرق خالص، مفيش حاجه اسمها كده. مستوى الكاحل بتاعك، مستوى الحوض بتاعك، خلي اوتارك ومفاصلك زي ما ربنا خلقها، وما تحطش حمل فوق حمل جسمك عكس المفصل بتاعك، ده مش شيء صحي ابدا. فتعالى بقى نروح كده نعمل عظمه وايه ادينا مع بعض يعني. يبقى الوزن 240 كيلو، فما جاتش على 5 كيلو من هنا و5 كيلو من هنا. تعال نجيب 5 كيلو كمان يا كابتن. ادي 5، نجيب 5 كمان، كده يبقى الوزن ربع طن. تحيه للي بيشيل 50 كيلو على الجهاز ده، وتحيه للي بيشيل 800 كيلو. كفايه انك بتتمرن، مش قاعد على القهوه بتضيع صحتك وفلوسك مع ناس ما لهمش لازمه. مش مهم الوزن، المهم اللي انت بتعمل حاجه صح. بسم الله يا ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب القوة من عندك يا رب مش من عندي. لما في ناس بتشيل وزن، معظم الناس ما بتقدرش تشيله، بتتهبل، تفتكر نفسها حاجة. الناس اللي هم شوية طين ماشيين ببركة ربنا.
وفي نفس الوقت نسيوا اللي هو شويه برد بيخليهم قاعدين في البيت ما بيقدروش يروحوا الحمام لوحدهم ولا حول لهم ولا قوه. الملائكه لما ربنا خلق العرش امرهم اللي هم يحملوا العرش فما عرفوش يحملوه، فقعدوا يجربوا اكتر من مره وما عرفوش برضو الملائكه الاقوياء دول، لحد ما علمهم كلمه اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله فرفعوا العرش. خليها على لسانك، دي واسطه على فكره. يلا، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بسم الله. واحد اثنين ثمانية 9 يا رب 10 11 لسه يلا 12 13 2 مور يلا 1 الحمد لله. الحمد لله. لازم افك البتاعه دي عشان ما تحضر الدم، فايه نفكها. انا بحطها بس سبورت للمفصل بتاع الركبه عندي، فلازم احطها يعني بالذات في الاوزان العاليه قوي. الحمد لله. تقريبا في الغالب هلعب مجموعه كمان، بس مش عارف ممكن ما تقلش الوزن عن كده، لاني بصراحه الاسبوع ده لعبت تمارين مركبه تقيله قوي. لعبت ديد ليفت، ولسه من يومين او 3 لاعب بنش بريس 155 كيلو ما شاء الله. فبفكر ما اجهدش جهازي العصبي زياده عن كده الاسبوع دوت يعني، بالذات اللي انا باخد حاليا يوم واحد بس راحه، فالذكاء اللي انا ما اجهدش الجهاز العصبي قوي يعني. كده كده ماشي على الحمل التدريبي بتاعي، بس ممكن اخلي الوزن زي ما هو، وفي النهايه هو ربع طني يعني، فمش محتاج ازود على الربع، مش هستفيد حاجه. استريح شويه. كده يا كابتني خدنا تمرينة رجلين النهارده، ومن احسن الزوايا الفعاله. انا مش هتحرك كتير لاني ما عدتش قادر اتحرك خلاص. المهم اللي احنا انبسطنا وعملنا حاجه كويسه حافظنا بيها على صحتنا والامانه بتاعت ربنا. خليك دايما عندك يقين بالله اللي هو دايما جنبك ومعاك. كلمه سر هي متين يا رب. لو سمحت قبل ما تخلص الفيديو وتمشي تاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك علشان تدعمني اكتر واكتر. لو عندك سؤال في اي حاجه سيبولي في الدايركت مسج او حتى في الكومنت. ولو محتاج برامج ماشي قفلتي؟ طيب. ولو محتاج نظام تدريبي وغذائي مخصصين لاهدافك ابعت سألني عن باقة التدريب الاونلاين. سلام.